انا اتفرجت على مجموعه كبيره من الرسومات بتاعتك واخترت شويه. تمام، ممكن نتفرج سوا؟ يلا بينا. يلا بينا، افتح اول واحده. ده حلوه، ملفوفين هدايا. هدايا. اول مره رسوماتي تتلف بالطريقه دي. وشرايط والوان بقى، ازرق واصفر واحمر. يلا نشوف اي رسومات. الرسمه دي. الموبايل. الموبايل. والله الموبايل يعني بقى جزء من حياتنا اليوميه بشكل لا يمكن الاستغناء عنه فيه. انا فاكر يعني انا كبير شويه في السن، عاصرت بدايات ظهور الموبايل. وفاكر ان كان في ناس كتير كانوا بيقاوموا فكره انهم يمتلكوا موبايل. لو تفتكري الفتره دي كان لا، دلوقتي هو ممتلكهم. بالظبط، خلاص تجاوزنا هذه المرحله تماما. بقى في حاجات ما ينفعش تتعمل غير من غير الموبايل، الشغل نفسه بيتعمل بالموبايل، معاملات حكوميه لازم تتعمل بالموبايل، بقى جزء من حياتنا فعليا. والسؤال بقى مش ازاي نقلل استخدامه، ازاي نرشد استخدامه بشكل يكون مفيد لصحتنا النفسيه. انا كنت لسه عايزه اسالك، لما رسمت الرسمه دي كنت بتفكر بشكل ايجابي ولا سلبي؟ لان انت حاطه سلسله حديد ورابطه في رقبته وعامل كده. ايوه. ففي الوقت ده في السيتويشن دي كنت الكاريكاتير، بصي الكاريكاتير لازم يبقى احادي. يعني نادرا ما يبقى فيه رسمه مش واخده موقف واضح، يعني في الغالب مش دايما. ما بتديش معنيين يعني. لا، بتدي فيه رسومات، بتدي معنيين كتير من رسوماتي، يعني واخده بالك. بس في احيانا لما تبقى واخده موقف لازم يبقى موقف صارخ، موقف واضح. واخده بالك؟ الاكستريم بتاع الموضوع. فهنا بقول ان هو لا، احنا اسرى الموبايل، ان احنا مقيدين بيه، ما نقدرش نفك منه، لان خلاص بقى جزء من حياتنا، ما عادش. يعني المشكله في ترشيد استهلاكه، ان احنا نستخدمه بشكل ما يضرناش يعني. طيب نشوف اللي بعدها. هي عليها قلوب وبتاع ما نشوف هتطلع ايه حظ. الذكاء الصناعي. انا متابع تقنيات الذكاء الصناعي من اول ميد جيرني ما كان لسه بيظهر. كان الناس مش فاهمه ايه هو موضوع الذكاء الصناعي، وكلنا توقعنا ان الذكاء الصناعي يقدر يتعامل مع المهام الحركيه، ان هو مثلا يعلب الحاجات بسرعه، ان هو يشتغل في مصنع يشيل الحاجات يحركها. وتوقعنا ان اخر حاجه ممكن يعملها هي المهام الذهنيه الفنيه الادبيه. قصدك كنا بنتعامل معاه لانه روبوت؟ بالظبط، روبوت آلي، يعني بيعمل الحاجات الفيزيكال، الحاجات الجسديه يقدر يعملها بكفاءه اكتر. لكن لا، بقى بيعمل حاجات ذهنيه وحاجات كنا بنصنفها كحاجات انسانيه حتى. يعني بيعرف يكتب شعر، بيطور نفسه وذكاء. بالظبط في النهايه. فالرسمه دي انا فاكر رسمتها في بدايات GPT اول ما ظهر. حسيت ان لا، يعني هو بيسبق البني ادم. دي الفكره البسيطه اللي في الموضوع، ان انا لو ما واكبتش نفسي، لو ما جريتش في السباق ده، ما تسلحتش بالذكاء الصناعي نفسه عشان اقدر اواكب هذا الموضوع، انا مش هقدر اسبقه. واحنا فعليا حاليا ما نقدرش نواكبه حتى، يعني في سرعه انتاجه للتكست مثلا. اي تكست اكتب لي الكونتنت، اكتب لي حاجه عن كذا، بغض النظر عن دقته، بغض النظر عن مثلا الروح بتاعه الكاتب، برضه لسه الحاجات دي مش عنده. بس في نفس الوقت لا، انتاجيته اكتر، هو اسرع في كل. طبعا. اذا المقياس دلوقتي مش السرعه، لكن المهاره والجوده. ان انا بحط الطابع الانساني بتاعي في الموضوع. مش كفايه ان انا ابقى هارد وركر واشتغل واطلع انتج حاجات كتير، يعني لكن الكم ولا الكيف؟ الكيف دلوقتي احنا محتاجين كيف. ان انا كانسان، لا بأمارة ايه بقى انت اشطر من شات GPT، لا بأمارة ان 1 2 3 4 انا عندي ستايل بتاعي، عندي وجهة نظر مركبة. هو مش لان هو وجهة نظره هي مركبة من سيرش انجن في النهاية، هو فاهم، مستوعب داتا داخلاله، فهمها، وبين قوسين فهمها فعلا، هو فهم الموضوع وطورها كمان، وصاغها بطريقة معينة. فاحنا بنتعامل مع كيان فاهم تحتها مليون خط. هو فاهم، هو مش جوجل بياخد ويحط، لا هو فاهم، هضم وصاغ الحاجه بطريقه فيها فهم واستيعاب. لكن انا بنافس ده مش بالسرعه، لكن بالتقل بقى، ان انا عندي شيء ما بضيفه في الشغل بتاعي. يعني اقدر انافسه باستخدام برضو الذكاء الصناعي، ما يمنعش. ما هو ادوات اتعامل معاها كاداه، انت بتساعدني، انت مش بتنافسني، ده انت تعالى اشتغل عندي، وفي الاخر انا اللي هحركه. بالظبط. ندخل على اللي بعده. نخش على اللي بعده. برضه الذكاء الصناعي. ايوه، انت متاثر بالحكايه دي. هو بص قاعد زعلان ازاي. ده بيقول له بص، كنت قصدك ايه هنا؟ ده تمثال المفكر، ده من الرموز البصريه الكبرى يعني للتفكير البشري، ان الحاجه اللي بتميز البشر ان انا بفكر.
فده بينده له بيقول له انا هقول لك الاجابات 1 2 3 4، بيدي له لسته كده الحاجه اللي انت قاعد بتفكر فيها من سنين دي، انا هديك واحد اوبشن 2 3 4. فده شيء غير مسبوق يعني. دي برضو حاجه مش معنى ان احنا اتعودنا عليها انها حاجه عاديه، لا انا لازلت طول الوقت بأجدد اندهاشي بسرعه تطوره. يعني مثلا ميد جيرني اللي هو بتاع اللوحات الفنيه وبتاع، لا فنان حقيقي فعلا، فنان في معايير فنيه. انا عارف الناس بتحب تسف بقى وتغلطه وتعمل له معرفش ايه، لكن لو بصينا نظره يا جماعه ده بيعمل مهمه مخنا بيعملها، يعني بيعمل حاجات فعلا فيها ابداع فني حقيقي. لو فنان هو اللي عاملها فعلا هتقدره فنيا، وبيعمل نصوص ادبيه لو كاتب هو اللي كتبها انت هتقدرها فعلا. اي نعم هو بيتعامل مع الجوريثم، لكن مين قال ان المخ البشري ما فيهوش الجوريثم بتاعه، الجوريثم بيولوجي بتاعه برضه، هو بيحاكي مهام عقليه احنا بنعملها اساسا. بس انا عايزه اسالك سؤال، انت بعد شويه شايف انه هنرفض حكايه الخطا البشري من كتر ما هنتعود ان في اي كتير والكونتنت بالاي اي والكتابات بالاي اي؟ معلش حضرتك كاتب زيك، لازم هل اقعد لازم اقارنه بالاي اي؟ هيبقى في مجال ان انا اتقبل الخطا البشري؟ هقول لك حاجه بقى ما هو ده ممكن جزء من ادواتي. يعني في اي اي للسيرش الاكاديمي مثلا، ده بيساعدني جدا. اقول له مثلا الموضوع كذا، طلع لي في الدراسات الاكاديميه ايه الدراسات اللي اتكلمت عن هذا الموضوع، اذكى من محركات البحث الاكاديميه التقليديه طبعا. فده هيساعدني. انا كتبي قبل ده هتبقى مختلفه بعد ده. انا لسه بالمناسبه ما كتبتش اي كتاب بعد مرحله الاي اي حتى الان يعني. لكن ده هيساعدني على الاقل في البحث، انا هيوفر عليا وقت كتير طبعا جدا في ان انا الاقي المعلومات اللي انا عايزها عشان اصيغها انا بطريقتي. فدي نقطه. النقطه الثانيه ان الخطا البشري بيحصل في كل المجالات، لكن بتختلف شويه مقاديره من مرحله لمرحله. يعني لو بصيتي مثلا مثال، بما ان احنا ناس مثقفين بقى وقاعدين بنتكلم في الثقافه وبتاع، لو بصيتي لكتاب قديم، كتاب قديم من ايام المخطوطات اليدويه او الجبرتي مثلا او بتاع، هتلاقي في مشاكل مثلا في الاخراج الفني، هتلاقي الخط مثلا مش واضح في حتت، هتلاقي في علامات الترقيم مش موجوده. احنا اتعودنا على درجه اعلى من الاتقان، بقى في طبعه، بقى في خط منتظم من اول الكتاب لاخر الكتاب هو نفس الخط، تشكيل تنقيح حاجات كتير حتى في اللغه العربيه. الطباعه بقت انضف، بقى التجليد بقى مش عارف عامل ازاي، بقى في غلاف حاجه عظيمه جدا. لكن ده لا يمنع ان احنا لينا اخطائنا برضو، اخطاء تانية، اخطاء مختلفه عن الاخطاء بتاعت الناس زمان، بينطبق بقى في اي مجال من المجالات. طب خش على اللي بعده. دي لونها لبني، اللون اللبني والازرق لون جميل فعلا. انا لايق عليا، معرفش الرسمه دي يمكن تكون معبره عني بشكل ما، لو بتؤمني بالحظ بقى والحاجات دي. الاسره والعمل، معضله العصر. دوك الحته من ده ودوك الحته من ده، وعنده حته واحده عنده حته واحده يحطها هنا ولا هنا. ده الاختيار يعني. صحيح. ده وده راجل او ست دلوقتي على فكره. بالظبط. كلنا بنواجه هذا الموضوع، وده سمه العصر، ومفيش اختيار صح يعني. مفيش اختيار طول الوقت وهو الاختيار الاوحد. احيانا بنحط على هنا شويه واحيانا بنحط على هنا شويه، مش عارفين نعمل التوازن طول الوقت. ده صعب، لان الشغل ما هواش واحد طول الوقت، والاسره ما هياش واحد طول الوقت، والالتزامات مش واحد طول الوقت. صح. فالواحد طول الوقت ماشي على الحبل. هو طب علم النفس الايجابي وطريقه التفكير الايجابيه والكلام ده يرجعنا لانه فكره الجواز والاسره وكده لازم نبقى متقبلين، واحنا نيجي على نفسنا شويه وهم يجوا على نفسهم شويه، لانه الشغل ممكن ما يجيش على نفسه لكن البيت ممكن يجي على نفسه. بصي، هو دراسات علم النفس الإيجابي بتتطور، والعصر بيتطور برضو بتسارع أكبر. يعني التزامات الإنسان في بيئة العمل بتختلف عنها من 10 سنين بس، من 10 سنين بس الوضع اختلف والله، ومن 5 بالظبط، ومن 5 وهيبقى من 1 ومن 2 وحاجات كده. فبرضو ما فيش إجابة جاهزة نقول علم النفس الإيجابي بيقول هو ده الحل الصحيح. الموضوع طول الوقت محتاج موائمات، ان انا احاول الاقي الحاجه اللي تنفع في الموقف ده دلوقتي. لكن بشكل عام لازم احط فكره ان في مساحات معينه في حياتي لازم تبقى مليانه باشياء ما عشان ما اندمش بعد كده. يعني في مساحه زي بيرما، انت كنت اتكلمت عن بيرما، في مساحه لازم اعملها للحاجات الاجتماعيه، في حاجات لازم مساحه في حياتي لازم اعملها للهوايات، في مساحه لازم اعملها للحاجات الفيزيكال حتى صحتي الجسديه ان انا اراعيها. ففي حاجات لازم احطها اجزاء من جدولي بحيث ما فيش حاجه تطغى عليها. طيب نشوف اللي بعدها. يلا، حاجه احمر حاجه فريحي، حاجه ايجابيه.
هي برضه نفس الفكره، الذكاء الصناعي طالع له AI. ده الاحساس اللي حسيته. دي كان اول رسمه رسمتها عن الذكاء الصناعي برضه. احساس انك بتعمل شات مع كائن واعي. يعني كان من كام سنه بتناقشه. يعني هقول لك حاجه برضو، دي من الحاجات اللي خضتني في الاول. كان في زمان من 5 سنين بس، يعني مش من فتره كبيره، قال لك ان مقياس الوعي، لو احنا عملنا كائن ذكاء صناعي عنده وعي، نقيس الوعي ازاي؟ انه يبقى عنده وعي ذاتي، ان هو مدرك ذاته. قال لك حتى في تجربه عملناها، وانا فاكر قريت الموضوع ده، والعلماء عملوا عليها ضجه ومش عارف ايه. جابوا كمبيوتر وسط 5 كمبيوترات وقالوا له في كام كمبيوتر في الاوضه، فقال لهم 5، وبعدين بوز كده قال لهم لا 6، عد نفسه. فقالوا الوعي ظهر وبتاع، وده واعي ومش عارف ايه وبتاع. طيب يلا يا عم، جه GPT، وانا كان ايرلي اكونت عليه وبتاع، وقعد بتكلم معاه. قلت له كم كيان واعي في هذه المحادثه؟ How many conscious entities، لا قلتها aware، how many aware entities in this conversation؟ فقال لي 2، انت وانا النموذج اللغوي اللي بكلمك. قلت له هل تعني ان انت aware، انت واعي، انت قال لي سوري فور ذس ميستيك، انا اسف لهذا الغلط ومش عارف ايه، انا مجرد نموذج لغوي مش عارف ايه وبتاع. بس الايرور الاولاني ده، طب ما ده كان من 5 سنين. خضني الخضه دي. انت بتكلم واحد فاهم فعلا. وانا على فكره اكتشفت حاجه مهمه جدا في موضوع الذكاء الصناعي ده. كل واحد بيستخدمه استخدام تاني خالص. صحيح. في ناس قاعده بتهلس معاه، في ناس قاعده والله ده انا هغلطه بقى كمان، هو الصحابي اللي مش عارف عمل ايه عارفه ازاي، ويقعد بقى ياخد برنت سكرين من الحاجات اللي هي ما عندوش معلومات فيها اصلا. في حد لسه عامل بالاي اي اكتر شتايم مصريه استخدمه كده. يا اخي انت دماغك كده. انا وزملاء ليا بنستخدمه، بنساله في اسئله فيها معضلات فكريه، انا بفكر في موضوع معين وفكر معايا فيه، بلاقيه بيوصل في حاجات فعلا بيفكر، يعني كاني قاعد مع واحد وبنفكر مع بعض، بنعمل برين ستورمنج، بيطلع فعلا حاجات. وده من اهم الاستخدامات بالنسبه لي. انا شايفه انه الذكاء الاصطناعي خوف الناس منه غير مبرر، وانه انا لو صاحبته وخدته اداه زي ما حضرتك بتقول هطوعه ليا. عشان كده عايزه اسالك بقى سؤال، هل الذكاء الاصطناعي ممكن نستخدمه في العلاج النفسي؟ هو له تطبيقات بالفعل موجوده سواء طبيه او في العلاج النفسي، لان في مشكله في العلاج النفسي تحديدا ان هو مكلف ومش متوفر في كل الاماكن جغرافيا. ان انا لو عايز اتواصل مع معالج نفسي فاهم وثيرابيست فاهم ومذاكر ومستواه كويس على قد المعاناه اللي انا فيها في بلد فقير او في مجاعه او في حرب او في وضع كارثي، ان انا اوصل له الموضوع صعب جدا. فمن الحاجات اللي بتفيد في الموضوع ده الذكاء الصناعي. انا لو اتكلمت مع ذكاء صناعي، وانا جربت على فكره كذا سوفت وير استخدم في الموضوع ده، لا كويس جدا جدا، وبيتكلم كلام مظبوط، بيتكلم كلام مظبوط وعلمي وبيهزر يعني بيستخدم الادوات بتاعه الثيرابيست بالظبط. طبعا وطبعا علميا هو عنده كتير، عنده داتا كبيره جدا جدا وحديثه كمان. بالظبط. واللي حسسني بالموضوع زي ما بقول لك كده انه بيهزر يديني نكته ويديني صوره انيميشن كده مش عارف ايه ميم، يقول لي انت فكرتني بالمش عارف ايه، فيكسر شويه حده المعرفش ايه. فلا ذكي وبيقدر يعمل الموضوع ده، لدرجه ان في ناس حتى بتستخدمه بتاخد الموضوع على استقامته الى مناطق غريبه جدا. كل حاجه ممكن استخدمها تفيد او تضر على حسب استخدامي. صحيح. ممكن يساعد الاطباء كمان في التشخيص، لان عمليه التشخيص نفسها هو الدكتور بيبص في الملفات، هو في مخه كده عنده ملفات وبيقعد يدور الاعراض دي ماتشنج مع ايه، واخد العمليه دي يقدر يعملها الذكاء الصناعي بمساعده الدكتور. عنده حس وحدس طبي ومش عارف ايه، يقدر يكشف فيزيكالي ومش عارف ايه، بس لو معاه ذكاء صناعي هيساعده كتول مهمه جدا جدا تعمل له التقليب في الملفات اللي بقول لك عليه ده. فدي حاجه كبرى مهمه جدا، حاجه طبعا. مش نستخدمه، هي ازاي نستخدمه نطوره بالظبط. اخر رسمه بقى معانا، اخر رسمه معانا، الوقت ابتدى ينتهي. نشوف بقى ايه. الوقت بينتهي فعلا. الوقت بينتهي فعلا. عن هي رسمه بسيطه جدا. ايه؟ بياكل الوقت. هو بس عايز اقول ان هو بياكل الوقت. وان يعني من التطبيقات الخطيره جدا بالنسبه لي تيك توك. انا شايفه ده بالذات هو بيلعب على حاجه ان الواحد يفضل عليه وعارف يجذب الوقت بتاعه. وفي حاجات ذكيه جدا وخبيثه جدا، يعني يجيب عارف مثلا ان انت مهتمه بكذا، اوكي، ما يجيبلكيش كذا كتير، هيخليك تدوري عليه شويه، يخليك تلف شويه، ابتديتي تزهقي يروح مطلعهولك، واخد بالك، فبيكافئك بان انت كل ما تقعدي فتره طويله هيظهر لك الحاجه اللي انت بتحبيها، واخد بالك، فبيضيع وقت كتير في اللا شيء، فمش هيظهر الحاجه دي كتير ورا بعض،
فهتضيعي وقت كتير جدا في لا شيء فعليا. صح. يعني ملوش اي لازمه. لازم الارم. انا كل ما افتح فيسبوك اسمها تيك توك عشان اكون متابع ايه اللي بيحصل، الارم لازم هو 5 دقائق واقفل، وهتلاقي ال5 دقائق جم في لحظه. هتلاقي لحظه كده ايه ده. دي مهاره من المهارات بتاعه الاداره مهمه جدا بنتعلمها، اسمها التايم مانجمنت، من اهم الحاجات مع السوفت سكيلز والكوميونيكيشن وكده، لان مفيش تايم مانجمنت مش هتعرف تعمل اي حاجه ومش هتستخدم اي قدره عندك. ده حقيقي، ده حقيقي. وعلى سيره التايم مانجمنت بقى بالمناسبه، لو هنتكلم نختم بحاجه ليها علاقه بالشركات. في دراسه ظريفه جدا لقت ان انتاجيه الموظف بتقل لما يكون الموبايل قدامه على المكتب حتى لو مقفول. مجرد وجود الموبايل في مجاله البصري بيشتت تركيزه ويقلل انتاجيته. فدي انا بستفيد بيها الحكايه دي، بحط الموبايل ورايا في حاجه كده بعيد عن عيني، لان ده تاثير لا واعي طول الوقت انا باصص فيه. جزء من تركيزي مخي كده البتاع ده بيطلع نوتيفيكيشنز، ممكن واحد يتصل، ممكن واحد ما اعرفش ايه، فانت ده شيء بيطلع منه، هيجي منه حاجات مشتتات. فخليه بعيد خالص. لا، العالم قدامي البصري، الفيجوال اللي قدامي هو الشغل بس. فبيساعد في زياده الانتاجيه حسب كذا دراسه لقت هذه النتيجه. طيب قول لي، عايزه اخد رايك في حاجه. بعد كل الرسومات دي انت حاسس قد ايه معاناه الموظفين في بيئه العمل؟ لا طبعا حاسس. اشتغلت في المجال ده كتير وكنت موظف كتير، يعني المسألة ما هياش بعيدة عني، ودرست مانجمنت ففاهم، وليا اصحاب كتير شغالين من 9 ل5 والحاجات دي. واستخدم ازاي علم النفس الايجابي عشان المعاناة اللي ممكن احس بيها؟ حاجات كتير بقى، يعني كل الادوات ممكن تتطبق. يعني حتة ان انا ازود مشاعري الايجابية في حاجات ما لهاش علاقة بالشغل بعد الشغل، فكرة الامتنان، ان انا امتن للحاجات الكويسة، ان انا احط اهداف قدامي، ان انا هتجاوز المرحلة دي، ان افكر في الصعوبات اللي بتواجهني بطريقه مختلفه، ان اقول لنفسي ان المشكله اللي قدامي دي مؤقته ما هياش دائمه. ان اي احباط بيواجهني في الشغل ده ما هواش يعبر عني انا شخصيا، مش معنى كده ان انا فاشل او ان انا سيء، لا ده حاجه برايا. واقنع نفسي او ادرك ان انا انسان مش ثابت، انا متطور طول الوقت. فكون ان انا اخفقت في شيء ما، ده معناه ان انا هتطور واتعلم عشان ما اقعش في المشكله دي تاني. فدي فرصه ان انا انمو وانضج اكتر عشان ابقى احسن من قبل كده. فكل دي فلسفه حياه بتساعد الانسان يتخطى الكثير من العقبات. لكن مش معنى كده برضو ان بيئه العمل مثاليه، انا مش بقول كده خالص. انا بقول ان الاستسلام لان بيئه العمل وحشه وافضل تعيس وحزين وما بعملش اي حاجه ومستسلم للحياه وهي بتديني بالبوكسات وقاعده بتهزق فيا، دي ملهاش يعني مش هيوصلني لحاجه. افضل خلاص شايف ان انا ضحيه وشايف ان الحياه وحشه وخلاص ومستسلم، على عكس واحد بيبذل مجهود ان هو على الاقل يحسن من صحته النفسيه عشان يقدر يتجاوز هذه الظروف. ده كل اللي بقوله. مش بقول ان الحياه ورديه ولا ان الشغل مش صعب ولا ان الشغل مثالي وبيئه العمل حلوه جدا والحياه تمام. لا، بقول ان الانسان لازم يعافر عشان يقدر يتجاوز الصعوبات اللي بقت بتشكل جزء حقيقي واصيل من نسيج الحياه. انت ايه رأيك في حكاية الشغف والشغل، واسيب الشغل النمطي واشتغل بشغفي، ويعني حتة الشغف والشغل واتبع شغفي، ايه رأيك فيها؟ لا، انا ضد فكرة ان انا اضحي بحاجة مضمونة في سبيل حاجة مش مضمونة. ده يعني حتى دي الفلسفه اللي انا عملتها في حياتي. ما انا عملت كارير شيفت وانا كنت طبيب اسنان، واخده بالك. فانا شايف الابروتش الاسلم والذي قد لا ينطبق في حاله ناس تانية. يعني برضو خلي بالك كل واحد له مشوار حياه مختلف وسرديه مختلفه وموهبه مختلفه وحاجه يعني باث مختلف هو ادرى بيه، واخده بالك. في حاجات فعلا بتتطلب ان انا اسيب كل اللي ورايا واحرق سفني زي ما بيقولوا وامشي واخوض التجربه واتبع شغفي. بس في علامات عامه كده ان الشغف ما هواش دائم. الشغف بيطلع وينزل، واي حاجه انا بحبها لو بقت شغلي هكرهها وهزهق منها وهشتغلها واروح ايام وانا متضايق وهروح انا مش طايق الشغل، وبرده في ناس هتعكنن عليا في الشغل، وفي حاجات خارج نطاق، مش هفضل اعمل الحاجات اللي بحبها، بس في حاجات هضطر ان انا اعملها وانا مش حاببها قوي عشان الشغلانه تستمر وما الى ذلك. فلازم يبقى عندي برده قدر من التعامل مع الاحباطات، فكرة الالتزام، ان انا اتحكم برضو في انفعالاتي وفي مشاعري، ان انا اتعامل مع صعوبات موجودة في الحياة. اتباع الشغف لن يحميني من اللي انا بهرب منه لو انا ركزت بالمثابرة والمجهود. ده برضو محتاج مثابرة ومجهود طبعا. وهيقابلني، انا دايما اقول الشغف لازم هيتحط عشان يدخل في بيزنس ويبقى دي شغلتي، هتحط معاه حاجات
مش هيبقى الشغف، هيبقى الشغل. الحاجات دي هتبقى حاجات تانية محطوطة على شغفي، فمش هحس ان هو ده الشغف. ده حقيقي. الفكرة دي مش، لكن ان انا اسيب حاجه ثابته في سبيل حاجه مش مضمونه، دي ما اظنش ان دي استراتيجيه حلوه لاداره الحياه بصراحه. ممكن تنفع مع ناس معينه، اوكي جود لك، لكن انا بالنسبه لي حاسس ان لا، يعني اول حاجه ركز في الاولويات اللي هي الحاجات الماديه. يعني برضو لان ده اللي هيساعدك ان انت تطور من نفسك حتى في مجال شغفك. لا والامان، ما هو على فكرة لما بالزبط. الأمان بيتشال مش هقدر أصلا أفكر في شغفي. بالظبط. وقد تكون برضو عشان ما نظلمش الناس، قد تكون دي لها علاقة بالشخصية نفسها. في حد يحب يحس بالخطر، ان انا في خطر ومفيش حاجة ورايا ان ايه غير ان انا اعمل ده، فده اللي هيديني دافعية يا سيدي حظا سعيدا. لكن الناس مختلفين. انا رأيي في العصر اللي احنا فيه ده الجانب المادي برضو مهم، لازم أأمنه الأول، او على الأقل يبقى في مصدر دخل عشان اقدر اغامر في الحاجات اللي انا ليا شغف مبدئي فيها. طيب قول لي بقى، بما اننا اتكلمنا عن الذكاء الاصطناعي كتير، انت شايف ان هو نعمة ولا نقمة على الصحة النفسية؟ ممكن يبقى نقمة لو استخدم في الحروب مثلا، يعمل للناس أزمات وصدمات نفسية وحاجات بشعة جدا، وهو بيستخدم فعلا للأسف حاليا في حاجات زي كده. وفي نفس الوقت هو بيستخدم في العلاج النفسي، يعني حسب الإنسان بيحطه فين، بيحطه على أي تراك. أداة برضو. بالظبط. أداة وبتستخدم. بالظبط. نشوف المفاجأة؟ نشوف المفاجأة. أول مفاجأة، ايه رأيك؟ شريف عرفة كاريكاتير. ده تمام. ونهاد فاروق شريرة كاريكاتير برضو، عاملة مقالب. استنوا اطلع لكم التانيين. ايوه لسه هديلك حاجة لطيفة. مش هتبقى مشتتة بس تفتكرني بيها. طب تمام، شكرا جزيلا. مش تبقى مشتتة على المكتب يعني، بس تفتكرني بيها. شكرا جزيلا. ايه رأيك؟ تمام. طلعت إيجابية مع نهاد فاروق. وانا كمان عملت لنفسي واحد عشان اشرب فيه. لوجو البرنامج. ايوه لوجو البرنامج. لا لسه يعني صورتك. شكرا. تمام، شكرا جزيلا. عفو. تسلمي مفاجأة جميلة جدا. جدا طبعا. ماشي. حلوة جدا، شكرا. ميرسي جدا جدا. تسلمي. احنا كده خلصنا طلعت الإيجابية مع دكتور شريف عرفة. استنوني في طلعات تانية كتير مع طلعات مع نهاد فاروق.